كل حاجه اسمها خصم خصم خصم. الخصم ده اخر حاجه حضرتك تلجأ لها. طول ما انت عندك مشكله مع تاجر ان هو عارف ان لما يضغط عليك شويه او ياخر عليك شويه طلبات فانت تيجي قايل له طب انا هديك خصم، ساعتها هو خلاص عرف ديتك ايه، نضغط عليه تديني خصم، اضغط عليك تيجي مديني خصم تاني وتعلي الخصم عشان خاطر انا اخد منك. لا، انت عملت بالظبط زي الفيسبوك اللي عنده بيج على الفيسبوك وكل شويه يجي يعمل لها بروموشن ويدفع فلوس. الالجوريثمز بتاعه الفيسبوك خدت بالها ان حضرتك بتدفع ومعاك فلوس، ده انت راجل بقى يلا بينا، ده انت مقرش. ساعتها بيقول لك ايه؟ مفيش حاجه اسمها اورجانيك ريتش من غير ما تدفع. فانت بتعمل ايه في الصفحه او البروفايل بتاعك؟ انت بتموته، تخليه ما بيمشيش طبيعي، ما بيمشيش غير لما بتديله فلوس. صح؟ نفس الفكره بالظبط. التاجر معاك مش هيشتري غير لما تديله عرض، فانت كده عودته على الامر ده، فكده انت بتبيع بخساره. فعشان كده صديقي، الناس اللي شغاله في الاف ام سي جي، الناس اللي شغاله في التوزيع عموما، ما تخليش حته الخصم لبنه في لسانك كده، لا، حضرتك ابدا فكر، احسبها صح، اعرف ان في مشكله يا اما في السيلينج سيستم بتاعك، نظام البيع بتاعك، او في التسويق، الماركتنج بتاعك فيه مشكله. مش كل حاجه اسمها خصم. الخصم ده اخر اداء حضرتك تلجأ لها.